بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بكم يا حبايبي في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الجدي لشهر مارس آذار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ الفيديو بوصيكم ضروري 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 اللايك علشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس. وكمان برحب بالناس اللي بيشوفونا لأول مرة وبقول لهم نورتوا القناة، وياريت تشرفونا بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات أول بأول. برج الجدي ماديا، تبدأ في مطلع الشهر مرحلة جديدة لتغير وتحسن من وضعك المادي، وتجد أمامك آفاقا جديدة وفرصة جيدة يتحقق من خلالها جزء كبير من طموحك المادي. وقد تتلقى مساعدة غير متوقعة في الأسبوع الثاني من الشهر تساهم في تحسين ظروفك المادية وتساعدك للبدء بتنفيذ مشروع جديد. سيكون ناجحا إذا أمنت له الكفاءات الضرورية، وسيدر عليك أرباحا جيدة، وسوف يظهر إبداعك وقدراتك فيه. وعندئذ توقع تغير جذري في مسار حياتك إلى الأفضل تظهر بوادره في نهاية الشهر. ورقم الحظ هو 8. مهنيا، تكون في الأسبوع الأول من الشهر أمام اختبار صعب ومهم لقدرتك في مواجهة الصعاب المهنية، وستنجح في تجاوزها وتتلقى نتائج جيدة لعمل خاص أنجزته سابقا رغم كل التحديات المهنية الصعبة التي واجهتك. وتقرر الاستمرار في توجهاتك وتسير الأمور كما توقعتها وتستعيد الثقة بنفسك. وفي الأسبوع الثاني من الشهر تكون أمام وقائع وأمور مهنية جديدة تمر فيها لأول مرة، وتتابعها بدهشة واهتمام تجعلك تغير آراءك واهتماماتك، فتضع خطة ناجحة للخروج من النفق المظلم التي وضعتك فيه الظروف. وفي الأسبوع الثالث من الشهر يلمع وميض أمل يضيء الطريق ويقلب كل شيء إلى لون أبيض يساعدك في حل كل الأزمات. اليوم الأفضل هو السبت. عاطفيا، بالنسبة للعازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى احذر أحد الأصدقاء الذي يحاول الإساءة إلى علاقتك مع الحبيب من خلال تلفيق بعض الأكاذيب المغرضة. الحبيب يحبك ومخلص، وهو يحتاج إلى ثقتك، وربما يقدم لك مفاجأة هامة في نهاية الشهر. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية قد تعيش حالة من الانفعالات العاطفية المتناقضة نتيجة عدم ثقتك بالمحيطين وخاصة الحبيب، مما يجعلك تبتعد عن الجميع وتعيد النظر بعلاقتك مع من تحب. لا تستعجل باتخاذ أي قرار عاطفي هذا الشهر. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة سوف تزول العقبات المادية والأسرية التي اعترضت ارتباطك بالحبيب، وتبدأ في منتصف الشهر بتأمين مستلزمات الارتباط، وفي نهاية الشهر تكون في قمة الراحة النفسية والعاطفية. أما بالنسبة للمتزوج تعيش في بداية الشهر أجواء اجتماعية سطحية، وتجد حولك كثيرا من الذين يحاولون كسب ودك ولكنهم بعيدون عن قلبك وعقلك، وتبحث عن العزلة والاستقلالية في المكان الخاطئ والزمان الصعب، حيث تكون الأسرة في أمس الحاجة إليك، وتكون في أمس الحاجة للشريك في أمر يربكك ويقلقك، ولكنك تجد صعوبة في البوح له. حاوره وصارحه بذلك. وقد تتهرب في منتصف الشهر من حسم أمر شائك ومزمن يتعلق بالعائلة، ولكنك تعود لتواجهه بشجاعة وحكمة بعد أن ينقذك الشريك من أزمة مالية تتعرض لها،
فتغير كثيرا من توجهاتك وتتفق مع الشريك أن تواجه كل شيء بواقعية، ويصبح كل شيء ممتع في نهاية الشهر. وبكده تكون انتهت توقعات برج الجدي لشهر مارس آذار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم، وبوصيكم تاني ما تنسوناش باللايك وكمان الشير لأصحابكم علشان الفيديو ينتشر. واشوفكم على خير في فيديو جديد من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.